ام جي 1 الجديدة هي احدث عربيات ام جي نزلتها في السوق. خلونا النهارده نعمل تيست درايف للعربية على السريع كده، واقول لكم خلال الفيديو على مواصفات العربية، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. طبعا قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك، اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. طبعا انا مش عارف كده اصلا ظاهر ولا لا، لكن بس ان شاء الله يكون ظاهر كل حاجة من العربية. طبعا ده شكل العربية، الشبكة الجديدة والتصميم اللي كان جاي تقريبا شفناه قبل كده في الام جي جي تي. اطارات 19 انش، المرايات الطايرة. طبعا عندي هنا الدخول بالزرار، وعندي التو تون، وعندي فتحة السقف واصلة لغاية نص السقف. عندي طبعا الجناح الخلفي واللي بيجي عندي كمان فوانيس الضباب، دول اكزوست. ده شكل العربية من الخارج. ندخل نعمل تيست درايف، مش هطول. 1500 سي سي تربو، 173 حصان، وعندي الجير فهو سي في تي. طبعا التقييم ممتاز 15.1، وتصنف اس يو في. ده شكل العربية من جوه بالمنظر ده كده. انا ظبطه على المساحة بتاعتي. نروح نركب ورا. ده شكل العربية من داخل. طبعا عشان انا طويل شوية فالمساحة عندي مش مكفية، ولكن حاطيني هنا مكانين ومكان بالاسفل كمان كاماكن تخزين في كل كرسي. طبعا فتحة المكيف بالخلف، واحد يو اس بي ومكان تخزين. طبعا شكل الباب ولا اروع، ومش مستخسرين فيه كمان، يعني كل دي جلود. في عندي دكاية جاي هنا بالبيانو بلاك. فتحة السقف واصلة لغاية فوق. الشنطة مش إلكترونية، موجودة بس في ال HS. ده منظر وحجم الشنطة الخلفية. بما اننا طلعنا بالعربية فنقول مواصفات العربية على السريع. طبعا عندي هنا المسند الوسطي موجود فيه فتحة للتبريد، وعندي طبعا شكل الستيرنج الجديد، مش جاي بس دي شيب، لا من فوق ومن تحت كمان، وفي الستيتشنج طبعا، والمواد المستخدمة فيها او الجلود المستخدمة فيها جلود طرية مش قاسية يعني. الحزام بتاع العربية جاي بنفس لون العربية من جوه، يعني عندي هنا في تو تون للعربية من جوه، اسود واخضر، فجاي هنا نفس اللون تقريبا. فدي لفتة حلوة يعني، عجبتني في العربية الصراحة. طبعا ده كله متصل، حتى التحكم بالمرايات تحكم تاتش. دي حركة جديدة صراحة أول ما أشوفها، ممكن تكون موجودة في عربية تانية قبل كده، لكن أنا أول ما أشوفها في ام جي يعني. اللوك هنا كمان، أو ممكن ترفع الإضاءات من هنا، أو ممكن تغير إذا كانت أوتو أو مش من أوتو، وكمان الإضاءات اللي هي الفوانيس ضباب يعني من هنا. الإعدادات واضحة خلال الشمس أهو، شايفين كل حاجة. تقدر تتحكم طبعا بالبرايتنس، أو ممكن تخليها كمان أوتو. عندك هنا دول زون، وكل ده تاتش. تحكم المكيف من هنا، بتاع المكيف على الاخر زي ما انتم سامعين. هنا مكيف طبعا درجة المروحة عالية للأمانة، كان مكيف ممتاز. شكل الجير واللي جاي بتصميم جديد طبعا الكتروني، مساعد على نزول منحدرات، ستارت ستوب اسيست، وعندك كمان البريك الالكتروني. مساحة تخزين بالاسفل، وعندي كمان فيها هنا الشاحن اللاسلكي. ده صوت الهورن. الكروز كنترول، فبيجي عندي كروز كنترول هنا، طبعا شايفين هنا الشحن اللاسلكي، الشحن بتاعي. عندي كمان الكروز كنترول هنا ادابتيف كروز كنترول، يعني بتحافظ على المسافه ما بينك وما بين العربيه اللي قدامك، وكمان بتحافظ على المسار. فيها كمان الارت، فيها هنا فايبريشن كمان بيظهر على الستيرنج.
اللي عجبني فيها ان هم خلاص الحمد لله اتخلصوا من الكروز كنترول القديم اللي كان من هنا تحت، كان دراع تالت كده طالع من تحت، فالحمد لله يعني. وكمان السي في تي هنا، السي في تي شوف حسب النقلات بتاعته، مع ان السي في تي ما فيهوش نقلات، ولكن هنا عاملين باسلوب يعني تحس بالنقلات بتاعته. هنا ممكن ترجعني على المسار، لا انا موقفها لسه بس فايبريشن. خلينا نرجعها تاني. كده رجعت. على سبيل المثال انا مثلا هخرج دلوقتي، رجعتني تاني مكاني، هي تحافظ لوحدها على المسار بالمنظر ده. هقول لكم سعر العربيه في الاخر، بس خلينا كده نجرب دوسه كده. انا دلوقتي ماشي 90، دوس فول، مشغل مكيف على فكره ومش مخليها سبوت، نورمال عادي 120. هي ايه تفضل تلعب معاك بقى مش عم تفضل تلعب معاك يعني. طيب المواد اللي عجباني، اللي عجبني في العربيه يعني المواد الداخليه للعربيه، ابدا ما تحسش انها صينيه تشكيلا في ام جي ولا اي حاجه، انا ولا دافعين لي اي حاجه ولا اي حاجه حرفيا. ولكن المواد بتاعت العربيه دي ام جي 1 بالذات، ام جي 1 بالذات تمام، حاسس ان هم طوروا من انواع الماتيريال اللي مستخدمينها في العربيه، فعجبني صراحه. هنا مخليها بزرار مختلف، زرار مختلف عن الزرار اللي بيفتح فتحه السقف، يوصل لغايه الاخر. طبعا انوار LED، شايفين انوار هي فيها نور نور LED جميع انحاء العربيه طبعا. حتى شكل الدراع مش عارف شايفينه ولا لا، بس شكل الدراع برضه من ورا اختلف. طبعا فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، طبعا حاجات اساسيه يعني موجوده في اي عربيه حديثه دلوقتي. النقط العاميه موجوده في العربيه، وعندي كمان المرايات، بس هنا مرايات مش اوتو للاسف. الشماسات بتيجي معاها اضاءه LED برضو، حاجه حلوه. وعلى فكره لو في جنبك عربيه ولا حاجه بتظهر عندك في الشاشه الاماميه، في عندك كذا وضعيه. في عندنا وضعيات هنا للجير، فممكن نورمال، ممكن سبورت. انا مش هقف المره دي، لكن انا خليني ادوس. انا ماشي 50، خليها سبورت الاول وادوس. العربيه فيها دول اكزوست، ونفس الموتور اللي كان مستخدم في MG6 وMG GT الجديده، بس هو اقرب لMG GT، لان الجي تي اقوى شويه، بس الجير مختلف. شايفين هنا في عربيه قدامي ظاهره عندي في الشاشه، مش عارف اذا كنتوا شايفينها ولا لا، بتكون شايفينها ظاهره عندي هنا في الشاشه. طيب العزل الارضي مش افضل حاجه، ولكن برضه يمشي الحال. سعر العربيه هو اللي بيميزها، وهو اللي يخليك ان انت ايه خلاص اوكي الحاجات دي حاجات جانبيه خليها بعدين يعني. طبعا انت لو ماشي جوه المدينه انصحك تطفي اللين اسيست، فانا خليني اقفله لانه بيبقى مزعج. انت فجاه تلاقي العربيه بترمي على اللي جنبك على طول. حصلت من شويه معايا واللي جنبي للاسف خاف يعني، فضرب فرامل ورجع ورا خالص. تطفي اللين اسيست. صوت الموتور مش عالي الا اذا انت ضغطت عليه، وده في اغلب العربيات CVT، فصوت العربيات بتبقى عاليه لما تدوس عليها، لكن في السواقه العاديه فما بتسمعهاش تقريبا. من مميزات العربيه كمان الكمبيوتر بتاعها كويس. الناس اللي بتقول لك عربيه صيني بحت، انا بس عايز اوضح حاجه بس معينه. MG شركه بريطانيه، و دلوقتي اللي بيصمموا شكل العربيه، تصميم العربيات بتاعت MG من مكاتب موجوده في بريطانيا، هم ناس بريطانيين.
تمام، ولكن التصنيع ذات نفسه موجود في الصين. تصنيع العربية موجود في الصين، والتصنيع الصيني بيتطور من يوم لآخر. عشان كده عربيات ما شاء الله، عربيات ام جي تحسها انها الكواليتي بتاعها عالي، الاشكال بتاعتها مش شكل خزعبلي، شكل حديث جدا، وتحس كده اشكال وهميه يعني زي معظم الشركات الصينيه. لا، شكل بسيط بس شكل حلو فخم يليق بالعصر اللي احنا عايشين فيه، وفي نفس الوقت الفخامه ما قلش من فخامه العربيه. بتميز كمان عربيات ام جي انها ايه، واخد طبع الاوروبي كده شويه، ومميزه في الامان. بدات عربيات ام جي تدخل يورو انكاب اصلا، وبتاخد كمان 5 نجوم، فدي حاجه تطمن الواحد. طيب خليني اقول لكم سعر العربيه، واللي هي 88200 درهم اماراتي شامل الضريبه والضمان، 200,000 كيلومتر او 6 سنوات. لو لسه ما عملتش لايك اضغط لايك، لانه فعلا بيفيد القناه، وكمان بيديني حافز ان انا اكمل في القناه. طبعا السؤال الاخير اللي بساله كل مره، رايكم ايه في العربيه دي؟ اكتبوها لي في الكومنتات. رايي الشخصي في العربيه دي، طبعا العربيه عجباني، الماتيريال بتاعها كويس، ام جي بدا يبقى ليها صيت كويس في السوق، بدا يبقى ليها مكان ممتاز في السوق. يعني انا ماشي اهو مثلا عربيه ام جي اتش اس، انا قلت لكم العربيات ام جي حتى في دول الخليج بدات تنتشر، وعجبني الصراحه المميزات اللي موجوده في العربيه. قدام السعر ما اعتقدش انه في ممكن عربيات كتير في الفئه دي ممكن تنافس السعر ده بالذات. 88200 درهم اماراتي ده رقم صعب شويه انك ممكن تلاقيه في عربيه يعني في خلال الظروف دي، يعني معظمهم فوق ال 100,000 دلوقتي. وبس كده نكون خلصنا التست درايف بتاعنا النهارده، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله استنوا كل جديد على القناه. شكرا لكم على المتابعه، ان شاء الله اشوفكم على خير. سلام.